السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي يكون كلام مهم جدا على المحترفين ولاعب المنتخب، تحديدا مع حكيم زياش اللي كاين عليه تفاصيل كثيرة وعاجلة، زائد جديد الحارس ياسين بونو وعز الدين أناحي. ونبداو بواحد الخبر اللي كيتعلق بلاعبي اسود الاطلس. في البارحه الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء اختار لنا التشكيله المثاليه لقاره افريقيا لسنه 2022 واللي عرفت سيطره نجوم الاطلس بحيث تواجد فيها 5 لاعبين مغاربه. عندك في حراسه المرمى ياسين بونو، في مركز الدفاع عندك الثنائي اشرف حكيمي ورومان غانم سايس، اضافه الى عز الدين أناحي وسفيان امرابط في مركز خط الوسط. وكما كتلاحظوا كاملين التشكيله ما فيها حتى شي لاعب من البنين او الجزائر، وطبعا هذه السيطره جاءت بعد تالق اللاعبين المغاربه وتغيير العقليه مع النيه وردت الوالدين والتفاؤل بالخير وخلقهم ايضا للمعجزه وابهار العالم اجمع في المونديال القطري بعدما وصلوا لنصف نهائي كاس العالم كاول منتخب عربي وافريقي كيوصل لهذا الدور. وطبعا اكيد نقولوا ما شاء الله اللهم بارك.